السبب ديال القولون العصبي هو ستريس. يعني واحد مستريسي مع ضرب الحسبه بزاف. انا خصني ناكل هذا، ما ناكلش هذا، ما ناكلش هذا. ولكن الناس اللي ما عارفينش هو ملي كيشدهم هذا القولون العصبي، وسول القولون ديالك شنو داز عليه ملي كنتي صغير. بوطه السردين وضرب هذا وضرب كاشير وضرب هذا وضرب، كتسحب داك الشيء بدون كونسيكونس. لقيتي اي حاجه كتاخذها وتاخذ داك الماكله داك الوسخ، داك الشيء كلشي تسحبو ساهل. واحد النهار المصران ديالك غادي يقول لك السي محمد انا ماشي خدام، ما بقيتش خدام مزيان. داكشي علاش دائما منفوخ ما تيخدمش مزيان، ما كيتحركش مزيان. حيت المصران ديالك خصو يبقى دائما يتحرك باش يخرج. هو خدمته شنو قلت لك؟ كيصم الماء وخصو يخرج دغيا. الا بقى داكشي تيبقى بنادم مريض مع دماغه. خصني ندخل الطواليت، دخل الطواليت، لان في الصغر الدنيا هانيه ما كناش كنسوقوا لداكشي. ولكن ملي تيكبر الواحد تيكون مبرزط معاك، شنو خصني لا دارني هنا دارني هنا. ولكن الناس راه عندهم تشنجات، عندهم الحرائق. يعني اول حاجه الناس شنو كنديروا لهم؟ بعدا خصنا نديروا لهم تحاليل باش ناليمينيو مرض خايب. ما نتصيدوش نقولوا لهم راه قولون عصبي، هما عندهم كونسير ولا عندهم داء السل ولا عندهم داء في المصران بحال لاكوليت اسكيميك ولا لاكوليت هيموراجيك ولا المرض دو كرون. بزاف الامراض اللي كاينين في المصرا اللي خصنا نحيدوهم عاد نهضروا على القولون.